الزمالك هنا بقى خد بالصقر في الامارات، وبعد ما الماتش خلص تعادل بعد فرصه اجايل غريبه اللي ضاعت في الدقيقه 88، الزمالك بيخلص الماتش ضربات جزاء في ماتش كان نجمه الاول جنش. العوده للاهلي بقى بتكون في سوبر 2019 واول ديربي الفايلر، بتسجل بدري، بتبقى مسيطر بالطول والعرض، عامل ماتش كبير، وبتخلص الشوط الاول 2-0، بتبدا الشوط الثاني ب 3-0. الحاجات اللي حواليك بتقول ان الماتش ده رايح لنتيجه تاريخيه 5-6، لكن الاصابات ما بتخدمش الاهلي. بعد ما بدري بنون بيتصاب ويخرج من الملعب، الزمالك بيجي له ضربتين جزاء وبيسجل جونين وبيخلص الماتش 3-2 والاهلي بيحسمها. اما بقى في 2020 ده كان الزمالك بيطير حرفيا، كان مقدم مستويات عاليه جدا، كسبان كونفدراليه 2019، كمان راح لعب السوبر الافريقي مع الترجي وكسبه في قطر، بيجي برده يلعب الاهلي في السوبر المصري بعدها ويكسب الاهلي في السوبر المصري، فكان اسهمه في الطالع جامد، مش شايف حد قدامه. الرد بيجي بعدها في سوبر 2022 مع المارشال كولر، واول ديربي برده الكولر بيلعبه قدام الزمالك في السوبر، بتقدم اداء خرافي وبتخلص بجونين برونو سافيو الار 2 لو نفتكرها، وجون كريم فؤاد اللي في الاخر الشوط الثاني. وبعد ما بيتغير نظام البطوله وبقى بيشارك فيها 4 فرق عشان بطل كاس الرابطه، بنتقابل تاني في ماتش سوبر 2024، الماتش اللي كان مثير جدا وغريب جدا. الاهلي عايز يعوض خساره السوبر الافريقي من الزمالك عايز ياكد سيطرته، لكن الماتش بيخلص بضربات جزاء غريبه. الماتش بيفضل رايح جاي، شويه رايح للزمالك شويه رايح للاهلي، وفي الاخر الاهلي بيخلصها بضربات جزاء بعد ما عمر جابر ضيع الاخير. فبص يا صاحبي، من الاخر لما الاهلي والزمالك بيتقابلوا في السوبر ما ينفعش تقول مين الاقرب. لعبوا قبل كده 9 ماتشات، الاهلي كسب 7 والزمالك كسب 2. ماتشات الاهلي داخلها مكتسح فنيا وبيخسر، وماتشات الزمالك حالته الفنيه احسن والكل بيتفاجئ ان الاهلي خطفها. الاهلي عايز يصحح مسار الموسم، والزمالك عايز ينقذ ما يمكن انقاذه ببطوله قد تكون انجاز في ظل المشاكل اللي عنده. ده بقى اللي هنشوفه قريب جدا. مين هيكتب سطر جديد في كتاب السوبر المصري؟ يا ترى الاهلي ولا الزمالك؟ لايك وشير، وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل فولو الملعب ويجي.